ظاهرة للأسف، ظاهرة بقالها كتير، بقالنا كتير بنشوفها حوالينا كده، وهي ظاهرة الشماتة في المرض، أو نتمنى المرض لغيرنا، ونتمنى الأذى لغيرنا، ونتمنى الشر لغيرنا، وفاكرين نفسنا احنا كده جامدين، فاكرين نفسنا ان احنا كده زملكاوية قوي. تخيل انت لو واحد طلع يتكلم زي، وانا عارف ان الفيديو دوت لو اي واحد زملكاوي شافه او هيشوفه او هينزل يقول اي حاجه في الكومنتات، هينزل يشتمني على طول، يقول لا انت اهلاوي، انت اهلاوي، ويتكلم بالطريقه انت اهلاوي، انت لا انت مش زملكاوي، انت لازم تبقى زملكاوي ازاي؟ لازم ان انت تشتم في امام عاشور، لازم تشتم وتتمنى الاذى لغيرك. هو ده الشخصيه الزملكاويه اللي هم عاوزينها. لكن ان الواحد يطلع يقول او ينصح الناس ما ينفعش انك تتمنى الاذى لغيرك والشر لغيرك، لا لا ما ينفعش، لا لا ما احنا لازم نعمل كده، ليه ما ينفعش؟ هو مش سابنا ومش ايه يا عم، في ايه؟ واحنا في حرب؟ دي كرة قدم لعبة، لا انت مستفاد حاجة ولا انا مستفاد حاجة ولا اي حاجة، وده واحد لعيب كورة بيشوف رزقه فين. انت نفسك لو شغال في مكان ومكان تاني عرض عليك فلوس اكتر، هتروح تشتغل في المكان اللي فلوس اكتر، خلصت على كده. فهو شاف مصلحته في الناحيه التانيه عند النادي الاهلي، خلصت خلاص، مشي، نسيبنا منه، نبدا نبص احنا لفريقنا. ولكن احنا شايفين لا، احنا لازم نتمنى الاذى، واول ما يتاذي او يحصل له اصابه نقعد نشمت فيه بقى، ونقعد نقول بص اخرتك اهي، اصل انت عشان سبت الزمالك ورحت الاهلي اهو جالك اصابه ومش عارف ايه وعقبال الصليبي. اقسم بالله وشوف ناس، يعني بدل ما يعني مش هقول لك قول له اي حاجه، ما تقولوش ربنا يشفيك يا عم، ما تقولش براحتك، لكن انت كمان تقول عقبال ان شاء الله الصليبي، عقبال اصابه اكتر من كده، عقبال ما تبطل كوره خالص، عقبال مش عارف ليه كده، ليه المرض ده؟ ليه المرض ده؟ انتوا كده ناس مريضه، انتوا ناس عايزين تستحموا، وبعد ما تستحموا تروحوا للدكتور عشان تتعالجوا، والدكتور هيقول لكم لازم ترجعوا لربنا. في النهاية هنلف الدايرة وهيقول لك لازم ترجع لربنا، لأن اللي انت فيه دوت انت بعيد كل البعد عن ربنا. فين الدين أو ديننا احنا كمسلمين؟ مفيش حاجة، ده بالعكس، ديننا احنا كمسلمين نهى عن الشماتة في المرض، ونتمنى المرض لغيرنا والأذى والكلام ده كله. فيا ريت نبطل العقلية دي، ويا ريت الظاهرة دي تختفي إن شاء الله، وكفاية عظمة لحد كده.